الديمقراطي، تعريفه، مبادئه، وشو هي معنى الديمقراطية بالإسلام، لأنه العالم عم تقول شو هي الديمقراطية، يعني هي فكرها لحال، عندها فكر واحد، مجرد تقبل مثل داعش يعني مثلا نقول إنه تتقبل حالها بس، لا، تتقبل كل المذاهب الدينية، مثلا إن كان معاهد، إن كان أكاديميات، إن كان مدارس، إن كان جوامع، هي حاضنة لهالأمور. قلنا هي مو مؤسسة مركز متطرف، ما يعني تتقبل كل المذاهب الدينية. هاي هي مفهوم الإسلام الديمقراطي. الإسلام لما نزلت كدعوة كرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي كان ديمقراطي، هي كان دين تطوعي مو دين دكتوري. الإرهابية مثلا اجوا باسم التطرف، أول شيء اجوا هجموا على المرأة، يعني لما شفنا اجى داعش هجم على القرى الآشورية عملوا سبايا، قتلوا الرجال، لحد هلا البنات عندهم مثلا مثل شنغال، شفتوا الإيزيدية ايش صار فيهم، ليش؟ لأنه ما كانوا مسلمين. هذا سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى نحن كمسلمين اليوم نحن بشر ويحق لنا نعيش وهدول لا، مو الله خلقهم، يعني فكروا شوي هيك بالعقل نفكر انه الله خلق هالمسيحيه، مع كل هالمسيحيه الله ما يطلع عليهم؟ اكيد الله يطلع عليهم مثلنا نحن كمسلمين. ما عم تفكروا بحالكم انه ليش نحن يصير عندنا تعدد زوجات، ليش عندنا يصير زواج قاصرات، ليش عندنا يصير ضرب مثلا، ليش عندنا يصير لما الله سبحانه وتعالى نزل آيات عن النساء، سورة خاصة بالنساء، لما النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وقف عند أصحابه قال أو استوصيكم بالنساء خيرا، استوصيكم بالنساء خيرا، ليش هاي كله رفقا بالقوارير، ليش هاي كله مو لازم هالرجال تبعنا يتعلموا يقرأوا تفاسير آيات قرآنية صحيحة، مو والله الشرع حلل لي أربعة، الشرع ما حلل لك أربعة، الشرع حلل لك بس وحدة، هالوحدة انفق عليها، لا تخليها تنظلم، لا تخليها حدا يعتدي عليها مثلا بالحكي بالأسلوب، مثلا أنت لا تتعنف عليها، بعدين تفكر بهالشيء. السيدة ماريا القبطية اللي كانت مسيحية وأسلمت، فإنه البعض يمكن يحط العذر إنه ممكن مشان الأولاد ومشان النسل، فإنه هالشيء هذا إنه أنت من شوي قلتي إنه هو مو من الشهوة، أكيد مو من الشهوة، بس زاد سيدنا محمد مشان أولاده يعني. صح. عقلياتنا نفكر بأنه لازم هالشيء يكون موجود. إحنا أول مرة نحضر دورة ناخذ بها الدرس هذا، ويعطيكم العافية عليه، فكرة كويسة. المؤتمر الإسلامي إنه بالديمقراطية إنه ما يصير إنه كل واحد اليوم يلقي حديث على كيفه أو يلقي الآية الفلانية أو شيء. هو مضبوط اكيد ما راح يقدر اليوم بالنسبه للاسلام الحقيقي ما حدا يقدر يعمل. احنا في عندنا اديان اكيد متعدده وكلها معترف بها، وانت رديتي قلتي نفس الكلام، الله يحاسب كل واحد، الله يحاسبه على دينه، بس احنا عندنا هنا فكره انه خلاص نحن الاسلام نعرف هالحديث مسند، هالحديث صحيح، هالايه مضبوطه مفسره يعني مثل ما الله نزلها ومثل ما العلماء فسروا لنا اياها. ممكن انت مؤمنه مسلمه ما تعتدي على حدا، ما توسخي حدا بلسانك، ما تقاتلي حدا، ما تقطعي رؤوس حدا، هاي هي جوهر الدين. اما اليوم صار باسم الاسلام حروب، قتال، دم، يعني تاريخ الاسلام كله تاريخ دم. إيرو درسا خل فردا إسلام ديمقراطيك مفهومي ومبادئي براستي يعني خوش درباسبو برسي هوالا تشيبون درباري نقاش ده قال لك هوالا برس ذكرن دقو كا جمر يعني بيج بإسلام بري وإسلام وي ديمقراطيك أنا تشاوي شخوام إيرو رو كإسلام ديمقراطيك فكرة واضحة، يعني إيرو جوهري إسلامي أم بلافتكن نا إسلامك سياسية، نا إسلامك سلطوية، نا إسلامك بكشتنو بسرجي كرنا أم جوار ماقوت أف إسلام إيرو رو تشتكي خوش بلافتك، أمن وأمانة، سلم وسلامة، ما في تشحر تشتير هي جيراني تتشبه مسيحي به، زردشتي به، آشوري به، شركسي به، تشبتي وتقبل بك، تي حميز بك، تتعدي ليناك، إيرو رو إسلام نا إسلامك بسيف هاتي سريع جيك، نا إسلامك هاتي كشتني بك، أسحكسي تقبل دكم. هذا سمينار ما بيويست بو يعني فيدك أم بدن، جبر أف منطقة
تشياي كزوانا براستي قالك إيريش داعش سرتشيبون يعني أم تفزانن تقيسي بردوام كر الفيدكي وتعداي كرن وظلم كرن وكشتن كرن جن كشتن جن قرتن جن سروك كرن جبار كرن وانا سر قالك تشتاش خو أم تزانن إيرورو وجه قرتن ده إسلامي ده نفرد تشكي فرد نها تيج بي تشتي لنا مخابن وارشتكن سريح يا بني تعدق لك الوابو براستي الفكرة بري الجموع ما خست أم بين وقت پرورداكي أم الفر بكن وأم وافير بكن إنه بنا إسلام نواية إسلام دينكي قلكي قيمة دايجني ماف دايجني إنه دسهلا داري إسلام سياسي تشبوي سرجني إنه جن هشتن هندراد بمينة درنكفن دوي قالبي بمينة دويس بن باتشكي رشت بمينة بنافي إسلامي أم هاتن إيرو أم وافير دكن إنه إسلام عكسي ولوية بالعكس إسلام ماف داجني ما في جياني داجني ما في تعليمي داجني ما في حرتشتي داجني هيك سياسيا بإسلامي اقتصاديا بتشبه ما في داعي رولا أخوة دحرتشتي دليزة إسلامي دجن جبولو براستي قال لك تفاعلا وهبو وقال لك كيف خوشبون وقال لك تش ناس كرن قوم ناس نذكر جبلا يعني روجي بدا 10 يعني ما بون تعدي قال لك الفكره واهاتبو امنا فكره كي متطرف ام بلافت كان ام ضد فكره متطرف ام ضد فكره جو ايرورو تسكن بس برجوانديه خو لا ام حركسي ام حمقوا لا استقبال كنت تقولي هي تجيراني ما هب ام بوا يعني ام وحميز دكن يعني ام بينهم ضري شاميت تشيدبه ديسا كي عيني فكره داعش ديسا بلافتكن داعش برنجه كي دي بوجهه كي دي هاتي ديسا كي عينا دسبيكي دب سرجنا بكارتين فيتشتي يعني اف سلطة اسلامي سياسي سرجني بكارتينه ام دبينن بجماعتي تشكي رش الواكرنه وسكنا عندنا صورة جوار دبن وبلافت كسر مواقع التواصل ام دبينن دبي نبن كافرات ام دبينن دبي بنا اسلامي ولوج عيني دي ساكي فكره داعش فدقرينه دبي ام دبي مرحله دي قلكي حساس بن ايرورو كواجب فرض السرمه قش ام في فكره اسلام ديمقراطيك ام بلاف بكن جبو ام خلكي بوعين ام جناب وعين ايرورو نك اف مرحله شاميد ام تير درباس تبن ام كاربن في مرحله ام تجاوز بكن يعني فتاوى تتغير مع الزمن فبوقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موجود عطى المرأة كامل حقوقها سيدنا محمد لما ما مات وهو يوصي أوصيكم بنساء خيرا بالقرآن الكريم الله أعطى المرأة حقوقها أعطاها لها واجبات طبعا بالدين الإسلامي لكن للأسف أنه البعض من الناس يحرف على كيفه أنه المرأة لا المرأة ما لها شيء المرأة الدين عاد يرجع يحطون دين أنه الدين هو اللي منعها من أنها تطلع برا الدين هو اللي منعها من أنها تشتغل الدين منعها من أنها تتعلم بالوقت اللي لا يعني بزمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المرأة كانت تشتغل وكانت تتعلم سيدة خديجة رضي الله عنها زوجة الرسول لما زوجها سيدنا محمد هي مو كانت تشتغل بالتجارة فالمرأة من زمن الرسول هي كان لها عملها سواء ببيتها أو برا بيتها وكان لها وجود والإسلام أكرمها لكن للأسف البعض من الناس المتشددين يهينونها باسم الإسلام إنه الإسلام منعها. الرجال عندهم أنانية عندهم يحبون ينفذون سلطتهم على المرأة يفكرون حالهم أقوياء بالوقت اللي لا قوة الرجل ما تجي من فرض سلطته على المرأة قوة الرجل بعمله ببيته باحترامه لزوجته ولأولاده للناس بتعامله مع الناس هذا هو اللي يكون إنسان قوي ومحترم احترام الزلمة ما يجي من فرض سلطته على المرأة لأنه المرأة هي تخضع لكل شيء حواليها ما يعني وبعضهم يخافون يعني عدا أنها تخضع مثلها مثل غيرها بعضهم يخافون مثلا تتعرض لضرب مثلا من زوجها أو من أهلها أو فتلاقي ما حدا مثلا مدافع عنها ما حدا موعيها فإجباري بدها تخضع بالوقت اللي هو لا بمجتمعنا يعني لازم الكل ينهض من ناحية الثقافة من ناحية الدعوة الإسلامية الصحيحة مو لما يجون ينشرون الدين الإسلامي على أنه الدين يهين المرأة لا الله أكرم المرأة والرسول وصى بالمرأة والمرأة لها حقوق من زمن الرسول ولحد هسه على أساس هم دولة إسلامية بس بالنسبة لمعاملتهم وللشيء اللي كانوا يسوونه يعني مع النساء هو مو دولة إسلامية دولة يهودية يعني بس كانوا متخبين بالدين يعني كانوا دائما يعنفون النسوان يعني النساء بشكل عام لما وحدة تروح على البلد كانت تحسب لهم 1000 حساب كانت المرأة ما تقدر تطلع اسمها الباب كانوا سووا سترة على البيوت سووا سترة يعني ما يخلون حدا يطلع ما يخلون حدا يفوت يعني تعنفنا كثير بالنسبة لداعش
داعش هم كانوا مو دولة إسلامية، متخبين باسم الإسلام بس. هذا اللي احنا نعرفه عن داعش. يعني تعنفت النساء بشكل عام، حتى لما وحدة تتجوز يعني ما يخلونها انه تشوف انه ليلة عرسها هاي احلى ليلة بالعرس، يعني انه بدها تلبس كلين وتطلع بيه، هاي كانوا يعني ما يقبلون هالشيء هذا، كانوا ياخذونها يعني قصاص، اللي تلبس كلين بهالامور هاي قصاص ما يصير. وكانوا يعني متخبين باسم الدين الاسلامي بس، يعني قصاص بدهم ياخذونها يذبحونها، يعني ما يقبلون هالشيء هذا. يعني قالوا انه احنا اللي سمعناه عنهم، طبعا الشيء هذا ما صار عندنا انه بالجبل بس، سمعنا انه بغير مكانات كانوا حافرين خندق للي يعني مثل حفله عرس مثل شيء تلبس هالشيء هذا، هي والكوافير اللي يكوفرها، يعني قصاص يروحونها بالخندق. خلال هالسنه ونص اللي احنا شفناهم بيها تعنفنا بيهم والله وقت جو، يعني ما كنا نقدر نطلع، ما كنا نقدر نروح. بس هسه فضل الله وفضل الفكر وفلسفه القائد عبد الله أوجلان بالعكس احنا لقينا حالنا، يعني كنا ضايعين. كنا المرأة بالنسبة لها كانت الحرية حلم لها ضائع، يعني كانت تبحث عنه وتدور عليه بس ما كانت تلقيه. بس هسه لا بالعكس، هسه لقت حالها وصارت توظف بكل مكان وصارت تطلع وصارت تفوت. نحن نساء جبل كزوان يعني تعرضنا لهالتطرف، تعرضنا يعني الشيء اللي هسه عن النساء بتحرير الشام يعني عاشته واحنا ذات عشنا هين. بس احنا يعني نتمنى انه كل نساء بسوريا انه يعني يتحرروا مثلنا، انه يكونوا اقوياء، يكون عندهم وعي، انه ما يعني تسيطر عليهم مثل ما تسيطر علينا احنا اوليين، انه كل عنده وعي.